بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا مع السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم حول بداية صلح الحديبية، كيف وصل الأمر بالنبي والمسلمين إلى حادثة أو وقعة أو ما حصل في الحديبية، بدايته ماذا حصل سنتكلم حوله إن شاء الله. برايد عزيز إيرو أمد درس حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بخينا أبيك چونا عمره چونا حاجة دزانن لنزيك مكة جهة كي هي جراد بجن حديبية تقريبا لقورا إيرو نزي 6 كيلومتر جمدينة جمكة دورة 6 كيلومتر. لوي تشتكي هاتي سري پیغمبر سري صحابية أما أنا بحثاي بكن جراد بجن حديبية ناوي منطقة حديبية. إيجاد تاريخ إسلام داد بصلح حديبية، صلح معنا الهفهاتن اتفاقك يا بجن او صلح كل حديبيه تشبيه د تاريخ پیغمبر دا جراد بجن صلح حديبيه. ايرو ام بحث دسبيك يمكن يعني هدي تشوا اف صلح حديبيه دركت مثلا تشبو كما صلح حديبيه تشبو ام بحث يمكن ان شاء الله. طبعا الجمعه الماضيه تكلمنا حول رفع نظام التبني، وخلال هذا الامر إلى صلح الحديبية ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعات من الصحابة يمينا وشمالا لتأديب المجموعات المتمردة. وفي الأخير يمكننا أن نقول توقف المشاكل الداخلية واستتاب الأمر كما نقول، أي أصبح هناك استقرار داخلي نسبة في المدينة وحولها. فحان الوقت للمسلمين أن يقوموا بعمل من حقهم أن يقوموا به، وهذا العمل هو العمرة. هذا هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بهم الحال، قالوا الآن وصلنا إلى مرحلة من حقنا أن نحتمر كما يحتمر غيرنا. الكعبة بيت الله ليس ملك أحد، فإلى الآن مشركو مكة منعونا من العمرة، ولكن اليوم بإمكاننا أن نذهب أو من حقنا أن نذهب. أصبح لدينا قوة، نحن لن نذهب بالقوة ولكن من حقنا أن نذهب. سنحاول أن نذهب إلى العمرة اليوم. هذا هو متى وكيف بدأ صلح الحديبية إن شاء الله. دسبيك في صلح الحديبية بريك أمبيجن پشتكو خندق خلاص بو، شر يهودية في قريزة خلاص بو. پیغمبر عليه الصلاة والسلام هناكي صحابية راسو شفه تايدشان، يعني هنكي جبونه هو حضور چه ببه تركيد بيجن حضور و قوان ورطامي، يعني جبونه هو هر يعني انكي زمان دريج هبون هناكي ام بيجن ابي ظلمي كربون ابي خيانتي كربون انكي فرداوي دا در دور مدينه حتى نزل مكي ام بيجن هدي او حضور چيبو پشتي بي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ايدي شون خدا عز وجل ايدي دريا جوان را فكر شو قوتن والله وقت ما امجي تشتكي ملتي كري امجي بكن امش قارن عمرك يبكن امجي ملتي في اخواننا عمره مال خدايا كعبه مال خدايا حتى انا نيش نمرن شي صار نيش نهرن عمري بكن حقي ما هي امجي شخوان يتكا عمري بين أم شخوان عمرك عبادات يخبكن دسبيكش دويدا دسبيكر كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفكران الجموان شيبو قويدية مرن تشتكي دني شيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسابه يجد كر خبردان هاتبون قوي پیغمبر كو مشرك مكة كافر مكة تفي يهودية خيبر أوجي باجارك دوره لويجي قوتك يهودية زيده هي وزنجيننجي يهودية كرابيانة تفشونا لوي يعني لويج قوتك هي او هدي واد بني داد خوازن تشتكي چيكن ابي چوبو گوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام واد ودا كارو خباتك هي چونكي ام بجني سالك خلاص نبو يهوديه چكر 10000 انسان اني سر خندق اني سر مسلمانا اجا او سر نكتن جارا كادي واد خوازن بلانك ماستر اجا يهوديه خيبر دويدا تبي زنگينيان و پريوان كارو خبات خود تبي مشرك مكه ابجات بو گوي پیغمبر عددك پیغمبر با عليه الصلاة والسلام ندقو جاء الصبر بكم حتى درك بدر وكم مسألة جيه در حال سرداد شو يعني اگر بهنا تشتكي باتا تقول بهن شكو هاتيه صبر ندكر ياجي تقول فرصة ندي برا جنينة يعني جني بون زانه چنه كردي پیغمبر نديش جنيبه تقول احتمالك جنيبه هرم تماشاكم تشد فرده يعني عجله زوكرن
عجله ایرو هم بجن عجله یعنی چه خو ندگرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دگو کاره کی چه بس تماشاکم چه هید بردا یعنی ام لورا عجله کناک پیغمبر ته گوتن ام جرا بزمان ایرو بجن شیاربون پیشیا خود دینه پیشوا خود یعنی اون گرمه بترکیدین پیشیا خود پیغمبر دید صلی الله علیه و سلم فراسته که نبوت پیرابود گو بین کیش برا درکوه از تخمین کم شیطانی کی درکوه پیغمبر حساب ویتر علیه الصلاة و سلام اویاجی سبب کی جوان سبب پیغمبر گو جمرن عمری ام تماشا کن چه هي چتنه يعني انفع بكن این کی تش بنگو هف کبن او بكبن هر خير بسلمانات هذا هي طبعا ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابه باني قد رايت في المنام ورؤيا الأنبياء حق بأننا أو النبي مع المسلمين يطوفون حول الكعبة محلقين مقصرين يطوف بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة طواف الكعبة النبي بشر الصحابة قال رأيت في المنام هذا ولكنه لم يقل هذه السنة ولكن قال قد رأيت في المنام هكذا فالصحابة فرحوا كثيرا وقالوا يا رسول الله العمرة قال العمرة إن شاء الله اخبروا الناس حتى نذهب يستعدوا لنذهب إلى العمرة فحينئذ الصحابة فرحوا كثيرا وقالوا بأن الله قد سمح لنا أن نذهب إلى العمرة بداية بدأ هكذا رؤية النبي بأنه يطوف والصحابة معه يحلقون يقصرون يذبحون الهدي بهذا الشكل الصحابة فرحوا وقالوا خلاص استعدوا نحن سنذهب إلى العمرة البداية هكذا رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمون بدأوا للخروج إلى العمرة بس بيك هذه عمره جوابه پیغمبر خو كيدت عليه الصلاة والسلام تشتكيش بير ونكن قالوا جماعته خوي پیغمبر حقا خوي پیغمبر وكا ايمان اما جانم ايوار برچينت خو دا تشتاد دينن كلمه كي ادوي مريش خوا خدا قلقل نزانه چنه قلقل ام يقول خويانه كا جنم مريش خوا خدا قلقل دينت كبا عمباره قلقل خويانه ياجي انسان ايوارت كبا خوزكي ورمانديه حتى اثر اسبل توالت تدگره ياجي ايوار تيبيه حتى اثر اسبل اوي بدخو خوي پیغمبر نوهانن عليه الصلاه خوي پیغمبر حقا خوي پیغمبر بدين وان خوا اصادي صاد عين راس درد كبن صحت وان خدای زانه وان خوا راستن چوا کود قرآن دام تخيرن حضرت ابراهيم جلای خو اسماعیل را گفت لای من خود دادید اثر تجد کم لای نگو ها بابا خودش تراش ما سر میجد کم چکیده گو خلاص خدای امر تکریت اثر میجد یعنی اویا خوی پیغمبر حقن پیغمبر جو خو کی دید علیه الصلاه و السلام گو قالو صحابی ولم خو دید یا خوته چی یا رسول خدا گم خو دید ام هبر ام طوافت کن ام صفا مروه چنتين پاش ما پورق چه کریه ما حیوان کریه قربان ام چن عمره صحابه زانن خوا پیغمبر راسته ام هر عمره وره مهر عمره و سروی دي صحابه كيفان هاتو مزگینی دان هف گو حاضر بن ام دچن هر عمره بكن و پیغمبر خو کی دیتیه محقق ام انا هر عمره خو بكن لسروی دست بكر اجا كيف مسلمان هاتو الله دست بكرن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام بامرين الامر الاول قال حضروا حالكم هذا اولا الامر الثاني قال اعطوا الخبر للناس حول المدينة العرب مسلميهم وغير المسلمين كان غاية النبي من انتشار هذا الخبر أن يكون معهم مجموعة كبيرة من الناس حتى يعلنوا للناس بأنهم ليسوا أهل حرب ولا أهل قتال إنهم يريدون العمرة وإذا حصل لو منعهم المشركون سيكون هذا سمعة سيئة للمشركين والناس سيقول أنتم تمنعون من يحج أو من يقوم بزيارة بيت الله الحرام فيكون فيها دعاية سيئة للمشركين إذا منعوهم وإذا سمحوا خلاص فبها ونعمت عند السماح المسلمون يصلون إلى غايتهم يطوفون ويقومون بواجبهم وعند المنع كذلك يكون سمعة سيئة للمشركين ويفضح أنفسهم بأنهم يمنعون الناس من طواف بيت الله عز وجل في حالين النبي والمسلمون يربحون فلذلك النبي قال اعطوا الخبر للناس حتى نذهب هذا من ناحية الخطة النبوية عليه الصلاة والسلام تشتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو تشتاكر قالوا بسلمان حاضر بن امدشن فقط امنيت شر ناچن پیغمبر تشتاكي دين سياسي كي برمازن كر هوش ملتي راج بيجن ملتي كو در دور مكة چه مسلمانه چه نف مسلمانه برای عرب تفت چون کعبه طواف کردن مسلمان وان چون کافر وان چون پیغمبر گو خبرش هر کسی را بشن چه قصه انسان کارن براورن هدف پیغمبر جبرا چه علیه الصلاه و السلام یک
وقابك قربال خاك زيدا بإنسان دقال مهبة إيه كافر نكارمش بجنة قربال خام بجن 20,000 إنسان هاتنا 15,000 إنسان هاتنا تشكيرا بجنة تنكاري بجنة هدفها بيغمبر يك أبو عليه الصلاة والسلام هدفها بيغمبر دو يمين قو أجر كو ملت دقال ما قربال خب أمچون مكة تيسا بجنة وام قبول ناكن وی وقت تیسا رقلما که باش مسلمان را چید به رقلما که خراب مکی را چید به ملت ما را بجا والله اون خرفی نهیدی مثلا عربی که نبسلمان بجا حیره امو محمد علاقه مجهفنینه امجی عربن امجی ملتی وی آخوانن ام تخوازن طواف کن خدای ما مال ابراهیمه و چی ما نایلن امورن وی وقت هانه گابا که مشرک نیلن خرازیل کن ملت ما را بجا نه والله اون هیدی هار بونه کردید به اون هار بونه یعنی اون فحش بونه كلمة كذي ودبي ونسري خدشونا يعني ونسري خدر كتنا بفي شكل بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم تشبكن أم الكارينة جملات رابيشن شقاسا إنسان تبراورن أجر كهاتن كافرة إذنا ما داش خون الحمد لله مشان مالا خدايق توافتكن قاوا كقوت الناجي ملت زانا إيه باش أمن إيه خراب أول هر حالو كاردا إيه خازانش بك إيه مسلمان من أجر كو ملت هات بيلنش خو مسلمان طواف خد كي كنا يشتري تيساجي ملات را خرازيل كن يعني والله مسلمان بيجي بني وتماشا كل بني وانا ظالم ام شخاتن وكم ملات مال خدي طواف كن افانا اذن نادن ام خرابن يا او خرابن والحاصل پیغمبر في شكل گوش ملات را بيجنا مهر اجا كم تماشا كل ملات جواب دا ولكن الغريب في الامر وهذا هو الواقع كثير من الناس لم يخرجوا مع النبي ومع المسلمين خصوصا الذي ليس بمسلم لم يخرج معهم لا تنسوا شيئا سياسيا وشيئا اجتماعيا إذا كان هناك صراع بين الطرفين فالأطراف المستقلين بينهم لا يتسرعون أو أصحاب العقل والحكمة لا يتسرعون في معاونة أحد الأطراف يقول لنرى ماذا يحصل لنرى أصحاب الحكمة هكذا يقول لنرى ماذا يحصل ماذا يجري فخافوا قالوا إذا ساعدنا محمدا ربما هو سيخسر نكون قد جعلنا أنفسنا عدوا للمشركين وإذا أصبحنا نعين المشركين وربح محمد نكون كذلك قد جعلنا نفسنا عرضة لهم فلذلك من الأفضل أن نجلس وننتظر لنرى ماذا يجري لنرى ماذا يجري فالغالبية من الناس هكذا لا يتسرعون يقول لنرى من يربح حتى نذهب إليهم هذا معظم الناس يعملون هكذا لذلك لم يشاركوا المسلمين في الذهاب إلى العمرة تشتكي غريبة عجيب بيغمبر قوارن تشتكي سياساتش بير وانكن إيرو حياة الدنيا تفضى حتى دقندا دهيت باجارة دهيت هرجي دهيت بيغمبر وقتی که کسی در نکت ناچون عرب مرب يكون مسلمان ناچون ملت عقلك ملت هي زاني ملت به والله مسلمان آلیکی و مشرک آلیکی کافر مکل هر دو شرط کن عجبا کی بسرد که من زانم ام هر بابن في آلیک وانا هم داکره چه ولا سرمه ام هرم في آلیک وانا ضرر کنه چه ولا سرمه باشترین او ام انا صبر کن کی بسرد که هجا میهرن عادتك ملت ابها ایروجی هيا يعني پارتی کی درته جماعت کی درته گروه کی درته شخص کی درته هناك بدنا انا جاب سنه صبر كان نتيجه شيء داويه ويجاب سرت كمان سرنا كذا يعني ام خناب التهلكه عجله نكن ملت يجي شكل هناك وعجله نكن بس كن جام تماشا كن اما انا هرم ببن هوالي محمد وداويه محمد زرار بك امش قريش را بجن شي ام خد كنا يا ريوان يا جم هرم ببن هوالي قريش ومسلمان سر كيفن امش محمد را بجن شي يعني حسب بياكرن قو باشتري يا بس كن امناش كاب كيف سرت كلامي وقتاني هرن آلي كاريا يمكن يعني ملتي خويا تجارتي خويا عقل وان عقل تجارتي افا لو ما ببراني در نكت لا چون قام تماشا كنجا كيف سرت كذا كيف سرنا كذا لو يقولوا انا مبريارا خبدن كي برخه كي برانا كرد بيجن يا ام تماشا كن كيف سرت كذا كنا كذا شو ما بيار سرق بيش نبي بابا في تالي كاني نچون ور حسب تشتي چيبو پیغمبر تبع صحابي يخچون النبي صلى الله عليه وسلم في النتيجة خرج مع مجموعة من المسلمين عددهم فيه خلاف ولكن أكثر الشيء يقول 1500 واحد هذا أكثر الأرقام قد يكون أقل من ذلك ومعه زوجته أم سلمة هذه المرأة خرجت قرعته فخرجوا من المدينة وفي نصف الطريق في بعض أماكن العمرة بدلوا الثياب لبسوا ثوب العمرة ولبوا بالعمرة ولم يأخذوا معهم كثيرا من السلع غير السيف ولكن في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة
فقالوا يا رسول الله نحن نذهب إلى قوم بيننا وبينهم عداوة فلا نأمن شرهم، لماذا نذهب وليس لدينا معنا سلاح؟ من الأفضل أن نأخذ معنا بعض الأسلحة، قد يكون شيء نحن لا نحبه فليكن عندنا استعداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الاقتراح وأرسل من يأتي ببعض الأسلحة إلى المسلمين. هذا كذلك حصل ولكن يمشون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يجمع الأخبار، فقال لمجموعة من الصحابة اذهبوا أمامنا واجمعوا الأخبار. فكما كان النبي يجمع أخبار أعدائه كذلك أعداؤه كانوا يجمعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا بخروج النبي فبدأوا يستعدون للقائهم حتى لا يذهبوا إلى مكة ويحاربون في الطريق. فالنبي سمع كل هذه الأخبار، سمع بأن هناك خصوصا أحباش المرتزقة كما نقول جمعوا حالهم قبل القريش هم سيحاربون. سمع النبي بوجود في مكان، قال نغير الطريق لا نمشي عليه أمامهم. فكان غاية النبي أن يذهب إلى مكة وليس غايته أن يحارب مع الناس. المجموعات الذي يخرج في طريقه العقلاء والحكماء لا يشغلون أنفسهم بالأمور البسيطة، بالأمور الكبيرة. خلاص إذا أشغلت نفسك بالأمر الصغير والبسيط لا يبقى لديك وقت لتشغل نفسك بالأمر الكبير. هذا العقل والحكمة هكذا، دائما كونوا منشغلين بالكبار بالأمور العظيمة، وأمور الصغيرة ستجد لها وقتا إن شاء الله. تشتێک چێبوو پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام تقريبا 1500 حب يعني زيدنا هنا كي قوتي 1300 400 500 300 200 يعني أو قصة صحابة وحبكي خانما خو خانما وجناوي ناوي أم سلمة أو جاري قرعاوي دركت بيراتشو جمكي دركتن أو مقدارك يكون داوي الوينية تخويا عمري أنا جمك المدينة وقت دركتن بجلي خويا نورمال شون حيوانة بيغمبر بخورا بروجونتك قربان سلاح کی زیادش بخورا نبربون شور بتنه بخورا بون شور زانه چه شمشیر شور بربون فقط نیوی ردا پیغمبر تبع صحابیه گو حیرا ام دچن ام سلاح بخورا ببن نبن هنکی صحابیه گو یا رسول خدا والله ام دچن جم نیاره خو جامره نیاره منه با اوقات شر کریه يعني هنکی سلاح مرهبه باشه ام دست کردی بن دست بالا يعني ام به سلاح حرم فایده نباشه يعني بلکه شرکی درکت پیغمبر فکر وان قبول کرد گوداوی صحابیان کشان گوهرن کی سلاح نجمه را بینی کی بشکی سلاح مازن توپ و تانک نبود يعني بشکی ام به شرح بشور زیاده شرح تیرو کوان يعني تشتکی بشکی ده زیاتر گبر مرهبن عادت کی دین پیغمبر جهبو علیه الصلاة والسلام قدره کدا شو هناك صحابیت پیش دادشان گو جهرن تماشا کن چه هيا چتنه جهرن تماشا کن کس کی هيا تنه چه خبر هنه خبر قریشیه برداوی دا اوانه شون تماشا کردن قریشیش نتسکنن یعنی واجی حاضری خود قربان شر بکن چه پیغمبر عادتی بو خبر توبت کرد اوی کنا بسلمان خصوصا مشرک مکه واجی خبر توبت کرد عدا بچه هيا چتنه واجی خبر جمراتو گو پیغمبر ته واجی دی حاضری کرد لی حاضری وان دو گروه یک اوی کو پرا مرا و حوال موال وان بون جوانات بجن احباش حبشی بون يعني او گروه عول او هاتبون پیغمبر بهیس گو حبشی هنه دجی که دوای سکینت خوازن پیشه پیغمبر بگیرن رسول خدا تبع صحابیه خبر ده قرار دان گو امیره خو بگو هرین ام سروان دا ناچن ام جوان ام شر نکن تشتکیش بیر ما نکن اگر کو پلان کته هدف کته مازن هبش بونت هدی هر هدف اخویا مازن تشته بچو گرت ندینی تنی قریب تشته بچو سرخ بشینی يعني پیغمبر جی گزانه بو کو وانا را سرخ بشینه یک دی پنجی حب ور در کبن صد حب ور در کبن هدف مازن كعبه ناقجه كي قو ام حيرا ريخ بزبرن انوانا ندينن انسان بعقل تشتي بچوك دا سريخ نايشنه زمان خوب تشتي مازن در باست كه پیغمبر جي قو هدف ما كعبه هدف ما مكه ام سريخ وانا را نايشن وانا ام وانشر بكج ملت مرا بيجه چه وانا پرانا يعني نه شرفج مرا وانا شرجي بكن ريخ وهرتن دريك ادنه دا چون طبعا شو ريهانه جي تماشا كن و تقريبا نزل 200 حب عسكري مكة ملت مكة تبع خالد كوري وريد أو سروكي وانا أبي سوار أبي كل حسباس يعني بكون عندي سواري بيرلك تركيز بيجن أبي سوار أول وينه حتى هناك هاف جديدا لتيسا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جو أم شكل كيش فاناج جرا دور بكفن حتى دويدا كتاب ما شريعة دا القرآن دا اللي ميجا ترسيه اللي ميجا ترس شكل ويتشكي غريبة يعني دوي اللي ميجا هنيبرو كي خالد تماشات كوا مسلمان لميشت كن دشن ركعت دشن سجدت والله فرصاش دسه مچو
كاخواز جارة كادي كل ميش بكن از يريش وان بكن شو سجده منادي لان امي وان بكشن رب العالمين وحيش پیغمبرات شينا عليه الصلاه والسلام ديفانا نيتا وان خرابات الميجا عصر داي وانا شر بكن ود الميجا دا بكشن پیغمبر جي اجا ويل الميجا خدي امر وان كد بي الميجا ترسي بكن الميجا ترسي هنا كي البيات ساكن هنكي تشن ركوعي هنا كي هردم شعبي وان عسك نيره يعني الميجا خوفي جراد بيش نبا الميجا اول ساكنن حتى هفالي وان شر ركوعي راد بس سجده خلاص كهجا وتشن بشكل هاني خالد وی وقت دل خالد نرم دبه والله ما بیاش کس کرا نگوت و افدل امدا در باس بو محقق ابی انسان یعنی خبر کی جراحاتی اویا هاتیه پاراستن خود ویا محافظه کری از نکارم تشتکی بینم سریوی او بخوجی بو سبب کی حضرت خالد دلی وجه اسلام را هدیه دی نرم به یعنی اویاش سبب کی بو ور حاصله کلام اوجب دست سریوان نکد پیغمبر علیه الصلاه و السلام ریا خو گهرد گام فرد جمان شر نکن. ما حصل المشركون بعثوا مجموعة أخرى بقيادة خالد بن وليد إلى لمنع المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يصطدم معهم فقال من يدلنا على طريق نذهب ولا نمر عليهم نكون قريبين من مكة فخرج أحد الصحابة كان خبير قال أنا أذهب بكم في طريق غريب وعجيب إلى أن وصل والمشركون لم يكونوا على علم ماذا يجري فجأة فحينما رأوا بأن المسلمين اختفوا من هنا وظهروا في قريب من المكة فظهر وصلوا إلى مكان اسمها حديبية الآن معروف صلح الحديبية إلى والمسلمون هنا قريبين من مكة جدا استطاعوا أن يختفوا من جيوش خالد بن وليد ويكونون قريب من مكة ولكن الله عز وجل لم يرد للمسلمين أن يدخلوا مكة عنوة فحينئذ توقفت جمل النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة قالوا الجمل يعني أصبح لديه عادة غير طبيعية فالنبي قال لا حبسها حابس فيل الله الذي منع الفيل من دخول مكة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله الذي منع هذا الفيل هو الذي منع هذه الدابة وحتى لا ندخل فالنبي أعلن هنا قال خلاص الله لا يريد أن ندخلها عنوة فأي تكليف أي اقتراح يأتون به إلينا فيها صلح وفيها سلامة أنا سأقبل مهما يكن فحصل وتوقف النبي هناك صلى الله عليه وسلم ربما اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تشتيك چيبو پیغمبر تماشاكر عسكري خالد گو یک تنمد در باز که بروانا من ندینن از نو خوازم بوانا رای زمان اخ در باز کم هجا هدف همون مازنه یکی جهاتی درکت گو از رای که غریب ناز کم رای کانا و چی هم یاد آوا کنو رای چی هنه غریبن گو از ور نو چی در باز کم نو چی در باز کرد خون خالد ندید خالد تماشا کرد و توز و دومان نزدیک مکه راد بیانه و سر در باز بونه خالد دیدی عجله هات مکه گو ولا بر کنترل هم درکتن و هاتن بر شعب میان هاتن پیشیامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر ندخواست کشتن ندخواست گو همش بونه شر ناچن تشتیک چه بو پشتیک چون وی حدیبیه انه دوا پیغمبر سکن و نشو عرض خود رش کرد سلمان گو والله دوا انه اخلاقی خرابیه طبيعتي خرابيه پیغمبر گو نه طبيعت وی دوا انه نه اب دوا من باشه نبي قصوابو و دوا منها اخلاقي خرانابيه ولكن او خدای يكون نيشت فيل در باس مكبه نايل حيوان مجهره خدای نايله بو طبيعت بي حيوان انك وكنو سرحشكيه بكردي بين سرحشكيه انك حيوانم سرحشكيه ناك حيوانم نرمه فقط خدای نيشتي هره يعني پیغمبر اجل ساكني گوجوا انا بشند ازي از ناچم او خدای يكون نيشت فيل ام بين ابرهاك هره نايل حيوان مجهره معناوي ام بشر نکارم بکن مکه کا کینگ هم کن ام ویژه نزانن لی پیغمبر خبردان که مشهور گو ایرو چه تکلیفه که جمرا بین دوی تکلیفه هانه ده خرابی و ظلم و بی ادبی تنه بعضی قبول بکن چه تکلیف ده برابه به شرط که ده حرامی تنه اما دوی تکلیفه ده حرامی هبه از قبول ناکم به امریه خواده هبه قبول ناکم شرک و کفر هبه از قبول ناکم وکی دی بجا بزفرم نه از نایمی او قبول کم خواده نایل از آنها هرم ور حاصل کلام پیغمبر و تبع صحابی خود و دا ساکنن ایران مدبره دا بساکنن ان شاء الله حتى في نقطة هنا بس حتى حفتاتي من دوام بكن إن شاء الله بإذن خداي تعالى نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة هذا اليوم إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى دفي نابدا از بحث چش برا بكن قالوا جماعة عمره مزقفت ما هي هاي وجهها بأبي وتخازن هارون عمره أم هر جمعة نكارن جوارا بيجن خوشين نم رقلام زيد جوارا بكن رقلام زيدج نكاري منه ما ور حاصل
استات خنبيرة وأبيك تخازن أبيك بنفسنا قال إدارة مزقفت خبر دن عمركي همال لكن عمري ودرباس بخصوصا أبيك بشكي عمري ومازنها شكون شانس هو حاجة نما يدي قنا بيهرن عمريش خراب كن يعني هرن ما عرف نزان إيرو مساخن صبي مرينة رب العالمين صحة وعافية الجنديك ضايوا هرن إيرو كار إيرو صبي رانيلن يعني دبي أبيك كار ياخد كر وخلاص نبو قبيلة تصبي دوام بكي قواس كار روكي خلاص ناك ماذا صبي كار دروي شو خلاص كم يعني إيش بري هاي آجه داري خبر